يا مساء الهنا. النهارده هنعمل وصفة سهلة ممتنع، السهل الممتنع، وصفة باستا حلوة قوي. بس قبل ما ابتدي اقول لكم ايه هي وصفتنا، ارجع واعيد زي كل حلقة فيها باستا، بعيد ليكم ان طريقة سلق الباستا لازم تكون بالطريقة الصح، اللي هي بنغلي المية فيها سي سولت، واول ما تغلي المية بننزل بالباستا بدون زيت، وبأكد بدون زيت، وبعدين بنسيبها المدة اللي مكتوبة على الباكج. فلو 8 دقايق يبقى بعد 7 دقايق نعمل تشيك، أول ما تبقى ألادانتي يبقى تمام التمام. لسه شوية نستنى الدقيقة الزيادة ونطلعها نصفيها وما نشطفهاش، وناخد شوية من مية السلق دي، بتنفعنا في الصوصات الكريمي، بتخليها ريتش كده وتخينة، بتطخنها عشان شوية النشا اللي بيبقى فيها، الستارش اللي بتبقى فيها. تعالوا نشوف بقى وصفتنا النهارده، وصفه حلوه قوي. عارفين سلطه الكابريزي اللي بالإيطالياني اللي هي التوماتو موتزاريلا؟ هنعملها باستا، تغيير وحاجه خفيفه وسيمبل وسهله قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هحط زيت زيتون، شويه توم مع بيستو صوص، اروح حاطه الطماطم على طول واخدهم تقليبه. زي ما انتم شايفين حطينا طماطم الشاري، حطيت لونين، لون احمر ولون اورنج. ليه بقى؟ عشان الباستا السيتشيليانو اللي احنا مستخدمينها النهارده الفيجيتابل باستا كولر، فعايزين يعني نخليها باستا مبهجه. والحقيقه ان الباستا السيتشيليانو عاملين رينج حلو قوي، فيجيتابل باستا، جلوتين فري باستا، عاملين رينج جامد قوي، وبراون باستا اللي هو الهول ويت باستا، ده غير بقى الحاجات الفروزنز الرافيولي عندهم رينج حلو قوي. فحبيت النهارده ادلع الباستا كمان، عشان الباستا نفسها اللي هي الفوسيلي، الفيجيتابل فوسيلي ملونه وحلوه، فندلعها كمان. هحط شويه ريحان وسبت شويه للزواق في الاخر، وهنزل بالباستا على طول اللي هي فوسيلي الفيجيتابلز، وهروح حاطه ملح وفلفل ناخدهم تقليبه. هحط الموتزاريلا عشان ما تسحش مني، البيبي موتزاريلا. انا جبت البيبي موتزاريلا، انتوا ممكن تجيبوا الكبيره وتقطعوها حتت، مفيش مشكله. هبتدي اغرف الباستا. شايفين المنظر بقى؟ منظر شاعري ان الموتزاريلا بدأت تسيح. طبقنا جاهز، طبق باستا بالتوماتو موتزاريلا ما حصلش، ويفتح النفس وخفيف وسريع، ونعمله في دقيقتين. اعملوه، جربوه، وابعتولي كومنتاتكم، اسئلتكم وصوركم ومنشن عشان نكسر الدنيا بالستوريز.